رحت إلى النهاية. يا إخواننا، الإنسان عندما يكون مؤمن بقناعات ذاتية قد لا يعلم الكثيرون ما الذي يدور في وجدان الإنسان وهو في سريره، أو ربما عندما يصحى في ساعات الليل المتأخرة وهو ينظر إلى وطنه يتألم، أو يعني الإنسان في وطنه يعاني الأمرين. والكثير من الناس يعانون ويلات الحروب والجوع والفقر. أليست هذه المشاهد كفيلة بأن تجعل منك إنسان يتحمل كل صنوف المعاناة والإساءات والتشويه ومحاولة اغتيال الشخصية؟ هذا السؤال لكم أنتم جميعا. أنا بالنسبة لي والله أقول لك بصريح العبارة، تعرضت لهجوم كثير وكبير وربما تعلموه جميعا. بدأ منذ محاولات اغتيال الشخصية الأولى بعد التغيير في ديسمبر. لا أريد أن أزعم ماذا فعلت أو لم أفعل، هذا متروك للناس، لكن أنا كسرت علي السهام. وعندما سألني الأخ المذيع أخونا سعد الدين قال لي أنت تتعرض لهجوم كثير، قلت له يا أخي أنا جمال شيل. الله أكبر. أنا قلت له جمال شيل. أخونا عوض وأخونا ياسر من الذين رافقنا اليوم، عدد من الأخوان رافقوني اليوم واطلعوا على الكثير من الأسرار في هواتف التي أحملها واندهشوا. أنا أحمل كثير جدا من الأسرار. هذا الاتهام باطل، وكل الاتهامات باطلة. كل الاتهامات كل أيمين صادق. أي اتهام وجه لي هو في سياق محاولة إثناء عن مدافعة عن الشعب السوداني وعن القضية التي أؤمن بها. أنا أشهدكم الله لا أريد في هذا الكون إلا أن أرى السودان واقفا دولة محترمة، شعب وطني عزيز. وفي سبيل ذلك أحتسب كل هذا النوع من الاتهامات الباطلة. ولا أوزعكم سر، أنا فتحت بلاغات، أنا رجل قانون، أي زول يوجه لي اتهام بودي القانون. لكن اطمئنوا تماما، إذا أنا مشيت في الباب ده وما شفتوني تاني أي كلام فيه تشكيك هو محض افتراء ومحض أكاذيب. الهدف منه إثناء عن السير في هذا الطريق، وهؤلاء لن يمنعوني إلا مزيد من التحصين والمناعة والسير قدما إلى أن تنجلي المعركة. ومن لديه يا ابوي انت لو ما ماشي صح ذاته ما كان حاجه. فانت اطمئن يا استاذ، والله انا لا اريد الا ان ينتصر السودان وشعب السودان، واحمل الكثير من الاسرار، الكثير جدا من الاسرار، لكن احتفظ بها لنفسي، وهؤلاء سياتي يوم.